إذا دعونا نتابع أهداف الشوط الأول للمباريات الستة. البداية بلقاء الوحدة مع الشارقة، وهذا الهدف الذي أعطى التقدم للوحدة بإمضاء بيانه. اللقاء الثاني المرتبط أيضا بهذه المقدمة هو لقاء الجزيرة مع عجمان، وهناك أيضا تقدم عجمان بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب علي خميس، وكذلك هناك إضاعة لضربة جزاء لنادي الجزيرة. اللقاء الثالث أيضا هناك لقاء العين مع بنياس، حيث تقدم العين في هذا الشوط الأول بهدفين. الهدف الأول عبد العزيز فايز، لاعب الجديد الساعد في الفرقة العيناوية، والهدف الثاني من امضاء عبد الله مال الله. الشباب والأهلي، هناك تقدم الشباب بهدف مقابل لا شيء. فيلانويفا، يا ولد هدف جميل. كذلك هناك ننتقل إلى اللقاء الخامس في هذه المجموعة، وهو اللقاء الذي يجمع النصر مع الظفرة، وتقدم الظفرة ب3 أهداف مقابل لا شيء. عباس موية اللي هو أول الأهداف. واللقاء الأخير الذي جمع هناك الوصل مع الإمارات، 3 أهداف مقابل هدفين. فرقة الفهود تسجل سفيان العلودي، هدف الأول وصلاوي. عنايتي يسجل التعادل لنادي الإمارات. والداودي يسجل الهدف الثاني للإمارات. سعيد الكاس يسجل هدف الثالث. إذن هذه